السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الورد ويا صباح الفل ويا صباح الياسمين، يا صباح النشاط والطاقة الإيجابية كده على عيونكم. إن شاء الله يا حبايب قلبي، يعني رجعت لكم بفيديو جديد وروتين جديد من مطبخي، مطبخ أم ندى وجنى. أتمنى لو الفيديو عجبكم تدعموني باللايك والاشتراك، جزاكم الله كل خير. ان شاء الله النهارده يا حبايبي فيديو قوي جدا جدا تشجيعي كده بمناسبة دخول الشتاء علينا. انتوا عارفين في الفيديو اللي فات ان انا عملت لكم روتين في اوضه النوم وغيرت النظام فيها، عملتها نظام شتوي يعني، وعجب ناس كتير. اتمنى ان شاء الله بقى الفيديو ده يعجبكم، وانتوا شايفين بقى منظر الاوضه عامل ازاي، وكلها عفار كده وحاجات كده، الله المستعان. هنصلي على النبي اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شايفين ده الغسيل اللي كنت غسلته يعني في الفيديو اللي قبل كده، وعندي البلكونه الحمد لله رب العالمين نظيفه وزي العسل. عايزه اقول لكم يا حبايب قلبي ان احنا كنا يعني من فتره قريبه جدا كنا شايلين المراتب وكنسين من تحت السرير، فالمكان ده نظيف يعني. اللي مش نظيف بقى في الاوضه، بصوا الشباك والبلكونه، يا شباك البلكونه برضو عايز نظافه كده، وهننضفه وهنمسح العفار وهنزعق في الاوضه، وكل حاجه ان شاء الله هنرجعها جديده وزي العسل. عايزه اقول لكم المكان اللي ورا الباب ده كنت حاطه فيه الغساله العاديه. الغساله العاديه بصراحه جميله جدا في الغسيل في الصيف، بجد تحفة. فكنت حطاها، كل اللي في ايده حاجة او اللي يطبق حاجة يحطها ايه على الغسالة، لحد ما بقت بالنظام اللي انتوا شايفينه ده. قلت بقى قومي كده يا ام ندى وشجعي كده، وعايزة الأوضة بقى ترجع تبرق كده وتكون زي العسل. كنت برضو غاسلة السجاد ده في فيديو روتين معاكم قبل كده، وقلت لكم ان انا هسيبه للشتاء، فهسيبه ان شاء الله لما اعمل روتين في الصاله، وهوريكم برضو ان شاء الله هنفرشه ازاي، وهيكون روتين برضو زي الفل كده. وان شاء الله الفيديو يعجبكم باذن الله. بصوا بقى مكان الحاجه عامله ازاي، قلت اجيب بقى الفرشه والجاروف والمهم كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده يا حبايبي هنبدا بقى ايه الشغل اللي على تقيل. يلا بقى الشمروا كده واعملوا زيي. عايزه اقول لكم اكتر حاجه بتزهقني هي الهدوء. والله العظيم يا دوب اشيل هدوم وعين هدوم والم هدوم واغسل هدوم ينفكوا زيي. والله العظيم انا يعني كل يوم حتى الجيران عندي بيقولوا لي يا ام ندى الحبال بتاعتك عمرنا ما شفناها فاضيه، مش عارفه ايه السبب. كل يوم والله العظيم يا حبايبي غسيل، ربنا يديم علينا نعمه الصحه والعافيه يا رب، ونفضل كده نشتغل كده ايه على طول. بص بقى يا حبايبي، كان عندي الشنطه دي فيها الشتوي، فقلت بقى ايه اطلع بمناسبه ان انا بقى هعمل روتين في الاوضه وهنضف، قلت بالمره بقى هو انا كل يوم لسه بقى هطلع وادخل الحاجه، لا. قلت ايه هطلع كل الحاجه اللي لازمالي في الشتوي، يعني اللي هي البنات بيلبسوها، واللي مش لازم لي هدخله. برضو عندي الدولاب زي ما انتوا شايفينه كده، البنات مخلينه مدعكه حاجه كده، يعني الله المستعان. والله يا حبايب قلبي كل يوم عايزه اقول لكم ان انا تقريبا يعني كل فتره كده من فتره للتانية بقعد انظم في الدولاب وارتب فيه، ان كان الدولاب الكبير او الدولاب الصغير. انا من الناس بحب افتح الدولاب الاقيه كده مترتب، بيديني يعني طاقه كده حلوه، وبيديني يعني بخلي نفسيتي مرتاحه بصراحه. بس هعمل ايه، عندي كل واحد ليه طلب بيجيبه، فلو ما عرفش يجيب الحاجه بتاعته بيفضل بقى ايه ينكش لي كده في الهدوم. هنعمل ايه، انا عندي برضو اللي انتوا عارفين لسه عندي محمد صغير ورؤى وكده، وعندي رؤى دي ربنا يهديها كل شويه رايحه جايه على الدولاب اتخرج لي في الهدوم، يعني اقول لكم بتلبس في اليوم والله العظيم حوالي كده 5 6 غيارات. بصوا بقى لميت الفساتين بقى والجيب والحاجات اللي هم مش عادوا هيلبسوها تاني، فقلت احطها كده في الشنطة وادخلها برضو ايه ورا السرير كده بعد ما انضفه. وكان عندي بقى الشيت، وقلت بقى هنزل كل الهدوم اللي في الدولاب، اللي هيكون لازم ليا هحطه، واللي هيكون مش لازم ايه هشيله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عايزة أقول لكم والله العظيم يا حبايبي الواحد بيتعب في يعني في الروتينات دي جدا جدا يعني، بس ما بيلقيش مقابل، ما اعرفش ليه. عايزاكم بقى تحطوا لايك وتشجعوني، انا والله بتعب في الفيديوهات دي علشان خاطر اصور لكم واطلع لكم حاجة كده تشجعكم وتديكم طاقة إيجابية. بصوا بقى، وانا هنا بعد ما مسحت الدولاب وفرشت المفرش ده، كنت عايزه احط هدوم محمد ورؤى مع بعض. بعد ما حطيتهم كده مع بعض حسيت لا المكان هيكون مش قد كده، يعني الحاجه هتكون منعكشه، مش هعرف اجيب هدوم، يعني لو انا عايزه اجيب لهم هدوم يعني هوقع الهدوم او كده.
قلت العملية كده ايه مش نافعة. فهعمل ايه بقى، الرف اللي فوق ده همسحه وانضفه، وهرجع ان انا احط لمحمد ضرفة يعني رف لوحدي، ورقة ايه رف لوحدي. بصوا كمية الهدوم كتيرة، الهدوم الشتوي دي يا جماعة يعني ما شاء الله تبارك الله. قلت بقى لا مش هينفع كده، قلت لا همسح الرف اللي فوق، وهخلي لكل واحد من الاولاد رف، يعني هعمل لجنى ولندى ولمحمد والرقى. وعندي طبعا اللي هو الرف التحتاني ده كله للمفارش بتاعة الغسيل والفوط والحاجات المفارش اللي ايه اللي انا بفرشها في المكتبة وكده. فقلت هسيبها زي ما هي، لان الرف اللي تحت خالص ده واسع وكبير وبياخد كمية كبيرة، فقلت هسيبه للمفارش وكده. وطبعا في الصفة التانية في الدولاب لو انتوا شفتوا البطاطين والدفايات والحاجات اللي زي كده، بصراحة يعني ما شاء الله الدولاب ده باخد كمية كبيرة، يعني بجد تحفة ما شاء الله تبارك الله. بصوا بقى انا عملت هدوم محمد زي ما انتوا شايفين كده، حطيت الحاجات اللي هو هيلبسها قدام، والحاجات اللي هو مش هيلبسها دلوقتي يعني ورا في اليمة التانية. وبعد كده ظبطت هدوم رؤى برضو بنفس الشكل كده. بعد كده يا حبايبي هنضف بقى هدوم جنى، هرتبها بقى علشان خاطر الفيديو برضو ما يطولش عليكم. يعني انا كده وريتكم انا عملت ايه في الدولاب، وهوريكم برضو شكله النهائي هيكون عامل ازاي. عايزه اقول لكم ان ندى برضو كانت جت ولقيتني بظبط في الدولاب، قالت ان انا ايه هظبط الضرفه بتاعتي الرف بتاعي، وانتي اعملي بتوعت اخواتي يعني وكده. فانا عملته وهي عملت الرف بتاعها، وهوريكم دلوقتي شكل الدولاب هيكون عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله كمية هدوم لا تتخيلوها. بصوا بقى عايزة اقول لكم بعد لما رتبت بعد لما رتبت يعني الدولاب وكده، فلقيت البناطيل دي ربنا يرحم خالي يا رب ويدخله الجنة. ادعوا له يا حبايب قلبي بالرحمة والمغفرة، خالي ده كان حبيبي ونور عيني واغلى حاجة عندي، ربنا يرحمه يا رب ويصبرنا على فراقه. بجد بجد احنا افتقدناه جدا، يعني كان هو بالنسبة لي انا كان كل حاجة في حياتي. ربنا يرحمه ويغفر له ويدخله الفردوس الاعلى من الجنة، اللهم امين يا رب العالمين. كان جايب لي القماش ده، هو كان شغال في القماش وكده، فكان بيكون في حاجات يعني العروض اللي هي بتاعت القماش وكده، فكان جايب لي الحاجة دي انا واختي، فعملتها بناطيل لرقة وشورتيات كده، بس شكلها جميل جدا والخامة بتاعتها ما شاء الله تحفة. قلت بقى ايه زي ما انتوا شايفين بعد ما رتبت الدولاب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ما شاء الله تبارك الله، عايزه اقول لكم كميه السعاده كده وانت بتفتحي الدولاب وتلاقيه بالمنظر ده، حاجه كده بجد عسل والله. ودي ندى نضفت برضو الضرفه بتاعتها، وانا غطيت البطاطين عشان خاطر التراب وكده. وقلت بقى ايه نبدا بقى التنظيف بقى في الاوضه. اول حاجه حبايبي جبت الفرشه وبدات ان انا انضف كده في الشباك و... وان انا ايه احاول على قد ما اقدر ان انا ايه انزل التراب وكده. بصوا بقى الفيديوهات دي حبيب قلبي فيديوهات تشجيعية علشان خاطر المدارس والشتاء اللي احنا فيه. الواحد في الشتاء يعني بيعمل الشغلانة وهو مش قادر يعملها، فانا بنعمل الشغل اللي هو المتين القوي، وبعد كده بنسيب الحاجات الخفيفة بقى على قد ايه ترتبي الأوضة تكنسيها بس كده تطبقي حاجة. بصوا كمية العفر والله العظيم اللي يشوف الفيديو يقول ان ام ندى دي ما بتنضفش خالص، مع ان انا والله يعني عايزه اقول لكم ان انا بعمل الروتين العميق ده يعني تقريبا كل 20 يوم كل شهر، في اللي انا بصوره معاكم وفي اللي انا ما بصورهوش، علشان خاطر برضو يعني ايه الناس هتقول انت كل يوم بتعملي روتين كل يوم بتعملي روتين. انا فعلا والله يا حبايبي على طول ايديا في الحاجه، بس العفار ده مش عندي انا بس، انا عارفه ان عند الناس كلها. فالله المستعان يعني، وربنا يعين كل ام يا رب وكل ست بيت على شغلها. عايزه اقول لكم يا حبايبي انا بوريكم الفيديوهات دي علشان خاطر ما تقولوش ان انتوا ما بتعرفوش تعملوا، انتوا شطار واشطر مني 100 مره، بس انا بعمل الفيديو ده علشان خاطر اشجع بيكم وانتوا تشجعوني برضو. انا لما بفتح الكاميرا عايزه اقول لكم والله العظيم ان انا بشجع بيكم جدا، وانتوا برضو لما بتشوف فيديوهات الروتين برضو بتشجعوا. انا حاسه كده ان في ناس كتير لما بتشوف فيديوهات الروتين بتشجع وتقوم بتعمل الحاجه. بس كده هو ده الغرض من الفيديو. اتمنى بقى لو الفيديو عجبكم حطوا له لايك. اللايك بقى مش بفلوس زي ما بيقولوا، هو اللايك ببلاش بس بيرفع لي الفيديو. جزاكم الله كل خير. تعالوا بقى بصوا شايفين العفار بقى والتراب عامل ازاي، حاجه كده الله المستعان. بس كده يا حبايبي هنكنس الأوضة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده، وهنطلع التراب والعفار والحاجات دي، وبعد كده هوريكم هعمل ايه.
اتمنى فيديو روتين لأوضة النوم يكون عجبكم، وفيديوهات الوصفات بتاعتي برضو تكون عجبتكم. اتمنى بقى ايه يعني تطبقوها كده، او اي حد يطبق اي وصفة يقول لي في التعليقات ان هي عجبته. في ناس كتير بتقابلني وتقول لي ان هي يعني عملت وصفات كتير من وصفاتي وعجبتها، بس للاسف ما بتكتبلش كومنت حلو. يعني اكتبوا لي كومنت حلو علشان خاطر انا بفرح بالكلام الجميل بتاعكم، بحفزني ان انا اعمل لكم فيديوهات تانية كتير. طبعا انا عارفه ان انا برغي معاكم، بس عشان خاطر انتوا اخواتي وحبايبي ومتابعيني الغاليين، ربنا يا رب ما يحرمني منكم، ونفضل كده حبايب طول العمر ان شاء الله. طبعا يا حبايبي نسينا نقول الدعاء الجميل بتاعنا اللي بيدينا كل طاقة وحيوية ونشاط، وبسم الله ما شاء الله يعني في ناس كتير حفظته ومبسوطة، في ناس طبقته وقالت يا منى والله بنشجع بيه. اتمنى فعلا تجربوه يا حبايبي. الذكر دي حاجة جميلة جدا لما تذكروا ربنا سبحانه وتعالى على اي حاجة. لو والله العظيم لو انتي وراكي ايه وذكرت ربنا وقلت الاذكار والحاجات الحلوة اللي انا هقولها لك دلوقتي وبدأت الشغل، والله هتختميه. يعني بصي هتخلصي الشغل، لو الشغل باخد معاكي 3 ساعات هياخد معاكي ساعة ونص، لو باخد معاكي ساعتين هياخد معاكي ساعة. صدقيني انا مجربة الحاجة دي والله العظيم. عايزة اقول لكم يعني في اخواتي والله وبناتي لما بشتغل يعني وكده بيقولوا لي ايه انت مشغله عفاريت. عارفين يعني ايه مشغله عفاريت؟ انت بتخلصي على طول. لا يا حبايبي انا مش مشغله عفاريت ولا حاجه، انا بقول الاذكار بتاعتي وبدعي ربنا سبحانه وتعالى اول ما بدخل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم اني ابرأ من حولي وقوتي والجا الى حولك وقوتك يا ذا القوه المتين. طبعا يا حبايبي احنا ما نقدرش نعمل حاجه الا باذن ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى بيدينا الصحة والعافية. هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول ادعوني وانا استجب لكم. يعني انتوا ادعوا ربنا وربنا طبعا عليه الإجابة ان شاء الله، وربنا يا رب ينولكم كل حاجة انتوا بتتمنوها. اذكر ربنا، سبحي ربنا واستغفري ربنا وانت واقفة، يعني يفضل يقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دي بتفتح لك ابواب كتير كتير جدا، يعني بتخليكي والله العظيم لو انت في ضيق او في كرب ربنا بيفكه عنك. اه والله يعني ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعلا يا حبايبي الذكر ده ولا يعني هقول لكم ان هو يعني من اهم العبادات، لانه مش عبادة شاقة ولا حاجة، لا بالعكس ده عبادة سهلة جدا. بس هو بلسانك بتفضلي ترددي الذكر وكده، لكن ولا هتوطي زي الصلاة مثلا، ولا هتقومي ولا هتقعدي ولا اي حاجة. ده بالعكس وانتي واقفة كده هتفضلي تسبحي ربنا تستغفري ربنا سبحانه وتعالى. لا اله الا الله، سبحانك يا رب اني كنت من الظالمين، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طبعا يا حبايب قلبي الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. افضلي قولي الحاجات دي وانتي إن شاء الله إن شاء الله والله كل حاجة بأمرك انت يا رب هتكون سهلة وبسيطة عليك. بعد كده يا حبايب قلبي انا زي ما انتوا شايفين كده زعفت الاوضه ونضفتها كويس جدا، وجبت الجردل بتاعي زي ما انتوا عارفين بحط شويه دوني على شويه اوكسي على شويه كلور، وابدا ان انا بقى ايه مشيت الشرشوبه بتاعتي على الاوضه عشان خاطر بيكون في عفار كده على الحيط. وبعد كده الستائر اللي انا كنت عملتها معاكم في فيديو الروتين اللي كانت الشريط بتاعها كان اتهرى، ورحت عند جارنا يعني عم صلاح ربنا يديله الصحة والعافية، عملها لي، عمل لي فيها تانية كده، ودخلت فيها المواسير بتاعت الستاير دي كانت عندي قديمة. فقلت بما اني فرشة في اوضة النوم الستاير دي قلت افرش برضو في اوضة الاطفال بحيث يكون طقم كده، يعني اغير في دي تتبهدل اشيل دي واحط دي مكان دي، فاهمين؟ بعد كده يا حبايبي والله ادت شكل جميل جدا للاوضه، وحسيت ان الاوضه فتحت شويه ووسعت كده. وبعد كده قلت بقى من الجو يعني شتا وكده، قلت ان انا هفرش المفارش الجميله دي على السرير والدفايات عشان خاطر الجو برد يعني وكده. بس كده حبايبي، وفرشت الأوضة بعد ما مسحتها كويس جدا وحطيت الحاجة فيها رصيتها، وبعد كده هتشوفوا بقى الشكل النهائي هيكون عامل ازاي. والله بجد انا يعني فرحت جدا لما خلصت، حسيت ان حاجة كده جميلة ما شاء الله وروايح كده حلوة. طبعا حطيت معطر في الأوضة بسم الله ما شاء الله، شايفين الأوضة شكلها وسع ازاي؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا أوضة رجعت جديدة وبتبرق زي العسل. طبعا مسحت الدولاب كان عليه كمية عفار، ومسحت السرير برضو، وكده خلاص يا حبايبي الأوضة بقى شكلها زي الفل وزي العسل. ايه رأيكم بقى يا جمال ويا جمال؟
بجد إحساس جميل جدًا كده وأنتِ يعني بتختمي الفيديو وبتصوّري، عايزة أقول لكم كل شوية أروح وآجي أبُص على الأوضة، يعني أشوف شكلها عامل إزاي، بجد جميلة. وده كان فيديو النهارده، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.